بسم الله الرحمن الرحيم. البحران اللذان لا يختلط أحدهما بالآخر. إحدى خصائص البحار التي لم تكتشف إلا أخيرا ذكر في القرآن الكريم كما يأتي. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان. سورة الرحمن. فكون البحار تلتقي مع بعضها دون أن يختلط ماؤها البتة حقيقة لم يكتشفها علماء أوخيانوغرافيا إلا مؤخرا، وأرجع العلماء ذلك إلى قوة فيزيائية تسمى الانسداد السطحي. وأرجع العلماء ذلك إلى قوة فيزيائية تسمى الانسداد السطحي تمنع اختلاط مياه البحار المتجاورة، حيث الانسداد السطحي الذي يسببه اختلاف كثافة المياه يمنعها من الاختلاط مع بعضها تماما، كما لو أن بينها حائطا رقيقا. والجانب المثير للاهتمام في الأمر كله كون القرآن قد ذكر هذه الحقيقة العلمية، مع أنه كان ينزل في وقت لم يكن فيه الناس على دراية بالفيزياء والانسداد السطحي والأوخيانوغرافيا. هناك أمواج عاتية وتيارات قوية ومد وجزر في البحر الأبيض المتوسط. تدخل مياه البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل الطارق، ولكن حرارتها وكثافتها ونسبة ملوحتها لا تتغير، لأن هناك حاجزا يفصل بينها. فالمحيط الهادي هي أكبر المحيطات على وجه الأرض، 165 مليون كيلومتر مربع. المحيط الأطلسي 80 مليون كيلومتر مربع. المحيط الهندي أكثر من 70 مليون كيلومتر مربع. وهناك ما يسمى أركتيكا في الشمال، المحيط المتجمد، وما يسمى أنتاركتيكا في الجنوب، المحيط المتجمد أيضا، وما يسمى البحار على جميع أنواعها وأسمائها، وما يسمى الأنهار التي ليس فيها ملح.